السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل اسرع واسهل شوربة سي فود ومقادير سهلة جدا ومش مكلفة خالص. هنا معانا ايه المقادير؟ انا معايا هنا طبق يعني كنت جايباه سي فود كامل على بعض اهو، عبارة عن كابوريا وفليه وفي جمبري وشوية كالماري. تمام. ومعايا هنا كابوريا اللي هي المغلفة دي بتبقى سهلة وسريعة. تمام. ومعايا ملح ومعلقتين دقيق ومعايا لتر لبن وبصلايه مبشوره ومعايا كمون ومرقه دجاج. تمام. هيقول لي مرقه دجاج ازاي مع السمك او مع شوربه السي فود؟ بتخلي طعمها تحفه تحفه تحفه، وبتبقى اكنها بالظبط زي بقى اللي بنجيبها من المطاعم بره. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونروح على النار مع بعض. جبنا الحله حطينا فيها معلقتين زيت، انا نسيت اقولهم لكم في المقادير. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بالحاجات دي كلها وافضل اقلب فيها، مش بمعلقه، هقلب بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. تمام. لحد ما لونها كلها يتغير وهنرجع مع بعض. تكونوا عملتوا لايك وشير وسبسكرايب لنشوى كيتشن، بحبكم جدا. طبعا انا ما حطيتش صوابع الكابوريا دي مع الحاجات اللي احنا حطيناها في الحله. ليه؟ عشان بتسيح، فانا هستنى لما الشوربه بتاعتي تاخد 3/4 سوا وبعدين هحطها تاخد الربع الاخراني. هي بتدوب يعني مش بتسيح، بتدوب. تيجي تغرفي ما تلاقيهاش، فطبعا انا هسيبها بس في الاخر هتاخد غلوه معاهم وهنغرف عشان تبان وتتاكل ويبقى طعمها جميل. خلاص هنا بصوا بقى كده اهو بدأ كل حاجه لونها معايا يتغير. اهم حاجه هعرف منين؟ اهي رجل الكابوريا مع وشها مع القطعه بتاعت الصغيره الجمبري اللي موجوده. هستنى برده شويه وبعدين نرجع تاني. طبعا دي بقى المكونات بتاعتنا. تاني هقول معلقتين دقيق وملح وبصله وكمون ومرقه دجاج واللبن بتاعنا. خلاص بقى هنا كده اهي بدات خلاص الحاجه كلها متغير. هنزل بس بالبصلايه وهقلب بالراحه عشان خاطر الفيليه بتاعي والكلام ده كله. تمام. هستنى بس كل الحاجات دي بقى الميه اللي نزلت دي تتشربها ونشوف نعمل ايه تاني مع بعض. خلاص بقى كده بعد البصل هنحط الدقيق. الحاجات دي كلها غنيه عن ان انت تجيبي بقى كريمه لباني والكلام ده كله. تمام. يعني الدقيق مع اللبن بديل ان انت تجيبي كريمه لباني. خلاص انا مش عايزه اقلب بالسباتشولا كتير، فانا هبتدي بس اقلب كده. هستنى الدقيق بتاعي ياخد بس تقليبه على النار مع الحاجات بتاعتنا وننزل باللبن. خلاص بقى كده بعد البصل والدقيق وانا اتاكدت ان الدقيق خد لون، هنزل بقى بكميه اللبن اللي عندنا. اللي حابب بقى يحط شويه لبن بس ويكمل بميه ومع مرقه الدجاج مفيش مشكله. خلاص بقى حطينا اللبن. هعمل ايه؟ هحط بقى مرقه الدجاج وشويه الكمون والملح بتاعنا بس كده. خلاص هستناها بس تغلي وهعمل ايه؟ هوطي بقى عليها النار لحد ما نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. اهم حاجه نعمل لايك وشير وسبسكرايب ومنتظره تعليقاتكم الجميله وكله يجرب الشوربه دي على ضمانتي. طبعا خلاص بقى كده اهي هقلبها كويس واسيبها تغلي وتاخد غلوتها. تمام. وما ننساش انا لسه ما حطيتش صوابع الكابوريا. تمام. والله العظيم كانت بتغلي. خلاص بقى بدات تغلي اهي وبقى لها شويه بتغلي يعني. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بقى بصوابع الكابوريا واحطها على نار واطيه خالص. انا نسيت اقول لكم انها تتقدم طبعا معاها ليمون، ده شيء بديهي يعني. تمام. اهو كده هسيبها بقى على النار على نار هاديه حوالي ربع ساعه وهي كده ان شاء الله هتكون استوت يعني. وهي بتغلي بقى كده خلاص انا هديها بس تقليبه كده صغيره وهوطي بقى عليها النار خالص مع نفسها بقى كده ربع ساعه. واللي نسي يعمل اللايك يعمل لايك وشير وسبسكرايب وشير لينك القناه مع اصحابه طبعا فضلا وليس امرا يعني. شوربتنا بقى الخطيره ريحتها قلب الدنيا خلصت معانا. هبتدي بقى بسم الله اغرفها. طبعا انا اللي حابب يعصر ليمون في الحله مفيش مشكله، انا بس ايه هعصر ليمون على وش الاطباق اهو كده. بسم الله. خلاص ونغرف بقى اطباقنا خطيره. اللي حابب تاني هقول اللي حابب يعصر ليمون جوه الحله مفيش مشكله، انا بس عصرت ليمون. هعصر ليمون ان شاء الله دلوقتي معاكم على الاطباق. اتمنى بقى ان الطريقه تكون سهله وبسيطه وتعجبكم وتجربوها وتكتبوا لي في التعليقات نجربها. واهم حاجه نعمل لايك وشير وسبسكرايب. اهو بص بقى الحاجات بتاعتنا كلها ظاهره اهي. ادي الكابوريا طبعا في منها برده للاسف داب، بس على قد ما نقدر حافظنا عليها. ودي كابوريتنا بقى الجميله الكبيره استوت خلاص بقى كده. تمام. منتظره كل تعليقاتكم الجميله.
وخلاص ده كده اكلنا النهارده. طبعا عملت بقى معاه شويه حاجات تانيين، انا بس صورت لكم اللي احنا ما عملناهوش قبل كده مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فين بقى اللايك الخطير بتاعكم للسي فود الفظيعه دي؟ هقول لكم تاني بقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حفظ الله حبايبي.